تفتكر لو انا سألتك وقلت لك ايه هي اطول مدة تقدر ان انت تعيشها من غير ما تنام؟ حد هيقول لي يوم، وحد تاني هيقول يومين، وحد هيقول 5 ايام، وحد هيقول 10 ايام. وكانت اطول فترة مسجلة رسميا في موسوعة الارقام القياسية كانت 11 يوم وشوية دقايق. ولكن تعالى معايا دلوقتي احكي لك عن الشخص اللي عاش 40 سنة من غير ما ينام دقيقة واحدة. في سنة 1915 وتحديدا في الحرب العالمية الأولى، انضم الجندي المجري بول كير لصفوف الجيش النمساوي علشان يحارب ضد الجيش الروسي. وأثناء الحرب دي بتخرج رصاصة روسية من أحد البنادق، ويستقبلها الأخ كير هيد شوت في نص دماغه، وتعمل له إصابة شديدة جدا في الفص الجبهي الأمامي للدماغ. وبعد الإصابة دي بيتنقل الأخ بول كيرن لأحد المدن الأوكرانية ويتعمل له عمليه جراحيه دقيقه ومعقده. ما كانش الدكاتره حاطين عليه امل كبير قوي ان هو يعيش بعدها، ولكن يستمر الاخ كيرن في الغيبوبه لمده 3 اسابيع علشان يستيقظ بعدها شخص مختلف تماما. وده لانه ما كانش عارف ان دول هيكونوا اخر 3 اسابيع ينامهم طول حياته. بيحكي كيرن ويقول ان هو بعد ما فاق من الغيبوبه دي عينيه ما نامتش لحظه واحده، ولا حس بالنعاس لبقيه حياته. وعلى الرغم ان كتير من الدكاتره العصبيين والنفسيين قرروا ان هم يدرسوا حالته علشان يلاقوا سبب، الا انهم ما لقوش اي سبب. وبداوا ان هم يضعوا بعض النظريات الافتراضيه لتفسير الحاله دي، زي ان الدماغ بتاعته لقى طريقه تانية للراحه من غير ما ينام، او ان الاصابه دي عطلت مراكز النوم بشكل تام. وعلى الرغم ان الاخ كيرن قضى بقيه حياته من غير ما ينام، الا انه ما ظهرش عليه اي علامات للتعب. وكل التحاليل والفحوصات اللي كانوا بيعملها له كانت بتثبت ان هو سليم جسديا. وبيقول ان هو علشان يريح عينيه شويه من الارهاق كان بيضطر ان هو يغمض عينه لمده ساعه بشكل اجباري، وده علشان يتخلص من الصداع النصفي اللي كان بيجيله. وفضل بعدها عايش حياته بيمارس شغله بشكل طبيعي جدا لحد ما توفى سنه 1955 بعد ما قضى 40 سنه من حياته من غير ما ينام دقيقه واحده. وبس كده. يا رب دايما تكونوا بخير. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك وفولو علشان تشوف الفيديوهات الجايه. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.